بيبدأ الفيلم بفرانك ومراته مالينيا وولاده كيفن وفولتون وهم بيتنقلوا لمدينة جديدة، والسمسار بتفرجهم على بيت كبير جدا وفخم، وبيلاحظوا انها بتتصرف بغرابة وما يعرفوش ان هي ما صدقت تلاقي عيلة غريبة عن المدينة علشان تسكن في البيت لانه مسكون بالاشباح. وبيوافق فرانك انه يأجره لانه سعره رخيص، وبيخرج لابنه كيفن علشان يدخل يتفرج معاهم على البيت. وبنلاحظ ان كيفن شاب انطوائي وهادي، وبينزل من العربية وبيدخلوا يستكشفوا البيت، وبيحس كأنه مهجور وبيقول لاخوه فولتون. وبعدها بيقعد يلعب جيتار، بس ابوه بيروح يطلب منه يساعدهم في نقل اغراضهم. وبالليل بيصحى كيفن على صوت جاي من الدور اللي فوق، فبيقوم ويشوف ايه اللي بيحصل، وبيتفاجئ بالكرسي بيتحرك لوحده، فبيقلق جدا. وفجأة بيظهر شبح وبيحاول يخوفه، فبيضحك كيفن من الحركات اللي بيعملها الشبح وبيصوره بتليفونه. فبيتعصب الشبح وبيختفي بعد ما فشل انه يخوفه. وتاني يوم بيكون كيفن في المدرسة وبيبدأ يقرا عن الاشباح، لحد ما بتروح له زميلته جوي وبتطلب منه انه يساعدها. ولما بيروح وراها بتقول له انها بتمسح رقم تليفونها اللي زمايلها المتنمرين بيكتبوه في كل مكان. واثناء كلامهم جوي بتعرف كيفن انه ساكن جنبها، فبتعرفه ان البيت اللي هو فيه محدش بيقرب منه، وبيكونوا مسمينه بيت الاشباح. وبتعرض عليه ان هم يخرجوا سوا علشان تفرجوا على المدينة. وبعدها بيرجع كيفن وفولتون للبيت، وامهم بتاخد موبايل فولتون لانها عرفت انه ما كانش في المدرسة النهارده. وبيطلع كيفن يدور على الشبح وما بيلاقيهوش، فبيقف يغني وفجأة بيظهر الشبح وبيحاول يخوفه تاني. فبيقول له كيفن ان هو ما بيخافش لانه عايش حياة مخيفة اكتر منه، وبيطلب منه ان هم يقعدوا يتكلموا سوا، بس بيلاقيه ما بيعرفش يتكلم. ولما بيسأله عن حياته قبل ما يموت بيعرف انه مش فاكر حاجة، بس بيلمح اسم ارنست على قميصه وبيفهم ان ده اسمه. وبيدخل عليهم فولتون وارنست بيختفي بسرعة، وفولتون بيكون عاوز تليفون كيفن لكن كيفن ما بيرضاش يديهوله، فبيحاول فولتون ياخده منه بالعافية، وبيكون في قوة خفية بتبعده عنه. ففولتون بيبقى مستغرب وبيقوم يمشي، وكيفن بيفهم ان ارنست هو اللي عمل كده، لكن بيقدر فولتون ان هو يوصل لتليفون كيفن، وبيشوف فيديو ارنست اللي كان كيفن مصورهوله، وبيتضايق كيفن جدا. لكن خلاص بيكون فات الاوان، وكمان بيدخل عليهم ابوهم وبيفرجوا فولتون على الفيديو. والغريبة انه مش بيتضايق، وبيكون متحمس لفكرة وجود شبح في البيت. واول حاجة بيعملها فرانك هو انه ينشر الفيديو على الانترنت، وبيقعد هو وابنه فولتون يتابع مدى تفاعل الناس، وبيكون جايب اكتر من 1000 مشاهدة في اول يوم بس. لكنهم طبعا بيكونوا مخبيين عن امهم وجود شبح، لانها لو عرفت هترفض ان هم يقعدوا في البيت ثانية واحدة. وبيتضايق فرانك لما بيلاقي تعليقات كتير بتقول ان الفيديو مزيف ومش حقيقي، وعشان كده بيطلع هو وفولتون للدور التاني علشان يصوروا ارنست، لكنه بيرفض يظهر وبيكون خايف منهم. وساعتها بيطلع كيفن وبينده عليه وبيجيب الجيتار بتاعه وبيعزف علشان ارنست يطمن ويظهر. وفعلا بيظهر، فبيستغل فرانك كلامه مع كيفن وبيصوروا بموبايله، لحد ما ميلينيا بتطلع لهم وبتسألهم عن الفيديو اللي نشروه، وبتحس بحاجة وراها، ولما بتلف بتشوف ارنست، فبتصرخ وهو كمان بيصرخ من خوفه منها. وساعتها بيختفي بسرعة، وميلينيا بتتصل بالسمسارة وبتتخانق معاها، وبتقول لفرانك ان هم لازم يمشوا من البيت. فبيتكلم معاها وبيقنعها ان هم هيكسبوا فلوس كتير لو فضلوا ينشروا فيديوهات ارنست، وبيترجاها انها توافق علشان يعوضوا الفلوس اللي دفعوها في البيت. فبتضطر انها توافق، وبينزلوا فيديوهات ارنست على الانترنت، وبيتفاعلوا ناس كتير من دول مختلفة مع الفيديوهات. وبتكون فيديوهات ارنست الشبح خدت شهرة كبيرة في العالم كله، والصحفيين بدأت تجري ورا فرانك واي حد من عيلته علشان بس يعملوا مقابلة معاهم او ياخدوا منهم كلمة عن الموضوع. وبنشوف كيفن مش مهتم بكل اللي بيحصل، وبيحاول يساعد ارنست يفتكر اي حاجة عن ماضيه، لكن بيكون من غير فايدة. وارنست بيكون مستغرب وبيكتب له وبيسأله هو ليه بيساعده، فبيرد كيفن عليه بانه حاسس ان هو في مشكلة وعاوز يقف جنبه لانهم اصحاب. وبتروح له مذيعة معروفة وبتجهز علشان تصور معاهم. وفي نفس الوقت كيفن بيفرج ارنست على افلام رعب علشان يتعلم ازاي يخوف الناس، وبيبدأ التصوير. والمذيعة بتتهم فرانك انه بيستخدم آلة الهيلوجرام، لكن فجأة حاجات كتير بتتكسر في البيت والكل بيقلق. وبيظهر ارنست ساعتها وبيستخدم الحاجات اللي اتعلمها من افلام الرعب، وكل الموجودين بيخافوا وبيجروا علشان يهربوا ما عدا المذيعة. فبيروح لها ارنست وبيوصلها بعينيه وشكله بيتغير، وساعتها بتصدق ان هو شبح وبتترعب وبتهرب بسرعة. وكيفن بيكون بيسقف له من غير ما حد ياخد باله. ومع الوقت شهرة عائلة فرانك بالشبح ارنست بتزيد جدا، ولكن للاسف الشهرة بتتسبب في مشاكل كبيرة جدا، وهي ان في عالمة للاشياء الخارقة للطبيعة اسمها ليزلي كانت شغالة مع وكالة الاستخبارات الامريكية، وكانت دايما مقتنعة ان الاشباح موجودين وكمان خطر على البشر، وكانت دايما بتطالب بحبسهم في اماكن مخصصة ليهم. وساعتها تم فصلها من الوكالة. وبنعرف ان ليزلي كانت من ضمن الناس اللي شافت فيديوهات ارنست، علشان كده بتستخدم شارتها وبتروح على بيت عيلة فرانك، وهناك بتعرفهم ليزلي عن نفسها
نفسها وبتكلمهم عن ارنست وعلى مدى خطورته عليهم، وعلشان كده بتقول لهم ان هو لازم يتحبس. وطبعا الكلام ده ما بيعجبش فرانك، وده لانه مستحيل يضحي بارنست بعد الشهرة وبعد الفلوس اللي بقت معاهم، وساعتها بيطردها بره البيت. وفي نفس الوقت ده بيكون كيفن وجوي بيعرفوا ان البيت ده كان ملك لشخص اسمه شيلر، وبيطلعوا هما الاتنين لارنست علشان يطلبوا منه ييجوا معاهم لشيلر. يمكن هناك يقدر يفتكر اي حاجة، لكنهم لما بيخرجوا بالشارع بيتفاجئوا بعدد كبير من الناس اللي بيجروا وراهم، فبيضطروا يجروا منهم، والناس بيجروا وراهم ويستخبوا في جنينة البيت، والكلب بينبح عليهم فبيظهر له ارنست، فبيخاف الكلب وبيبعد. وبعدها بيطلب كيفن من ارنست انه يختفي لحد لما يسألوا عن شيلر. ولما بيدخلوا بتقابلهم صاحبة المكان بتعرفهم ان شيلر باع لها المكان من زمان، فبيسألوها عن عنوانه او حتى شكله، فبتوري لهم صورة ليه وبيكون معاه ارنست، وبيفرحوا جدا لانه هيكون اكيد عارف ماضي ارنست، وبيشكروا الست وبيمشوا. وفي طريقهم بيقفوا في جنينة وارنست بيشوف بنت صغيرة بتلعب، وبيتخيل انه شاف الموقف ده قبل كده وان البنت بتناديه فبيقرب منها، وبتكون البنت بتصرخ وهو مش واخد باله، والناس كانت بتصوره وبيوصفوه بالوحش. وليزلي بتشوف الفيديو اللي انتشر وبتروح تجهز السلاح اللي بيكشف عن وجود الاشباح، وبتاخد قوة وبتروح عند بيت كيفن علشان تقبض على ارنست، لكن ما بتلاقيهوش هناك لان هو وارنست وجوي بيكونوا في طريقهم للمدينة اللي شيلر عايش فيها. لكن للاسف الشرطة بتشوفهم وبتطاردهم وبيحاولوا يهربوا منهم، وارنست بيتصرف وبيروح يقعد جنب الشرطي في العربية، فبيخاف الشرطي وبتحصل فوضى كبيرة، وبصعوبة بيقدروا يهربوا من الشرطة. وبعدها كيفن بيكلم امه وبيطمنها عليه وبتشجعه انه يعمل اللي قلبه بيقوله عليه، ولكن للاسف ليزلي بتسمعهم وبتعرف المكان اللي هم رايحين له. وتاني يوم الصبح بيكون كيفن واللي معاه وصلوا لبيت شيلر، وبيدخل كيفن لوحده علشان يتكلم معاه. وفي الوقت ده بيبدأ شيلر يحكي له عن كل حاجة، وبيقول له ان ارنست كان اعز صديق ليه، وانه كان متجوز اخت مراته وكان بيحبها جدا، ولما حملت مراته للاسف ماتت بعد الولاده على طول، وسابت ليه بنت جميله جدا. لكن ارنست ما استحملش صدمه موتها واتاثر نفسيا، وفضل يشرب وساب بنته في اكتر وقت كانت هي محتاجاه فيه، وما رجعش مره تانيه. وبيكون كيفن قاعد مصدوم من اللي بيسمعه لانه شايف ان ارنست انسان طيب ومستحيل يعمل الكلام ده، وبيكون متاكد ان في حاجه غلط في حكايه شيلر. وهنا بيسمع كيفن صوت جاي من بره، ولما بيبص من الشباك بيلاقي ليزلي والشرطه وبيكون معاهم اسلحه مخصصه للقضاء على الاشباح. وفعلا لما بيدخل ارنست علشان يدافع عن كيفن بتقدر القوات انها تسيطر عليه وبتقبض عليه، وكيفن وجوي هم كمان بيتقبض عليهم. وبعد شويه بيجي فرانك ومالينيا علشان يستلموا ابنهم وجوي، وبيسيبوا ارنست في الحبس المخصص ليه. وكيفن بيحس بالحزن وبيرجع للايام اللي ما كانش بيتكلم فيها مع حد، وحتى لما جوي بتروح له علشان تتكلم معاه بيبان انه مش عاوز يتكلم، لحد ما في يوم بيطلع فرانك لكيفن اللي بيكون قاعد في اوضه ارنست وبيعتذر له على كل اللي تسبب له فيه، وعن انه هو الاب اللي ما كانش بيتمناه، وبيوعده انه هو هيحاول يصلح من نفسه. وهنا بيبص له كيفن وهو متاثر من كلامه وبيقرر انه يسامحه. وبنشوف ارنست وهو موجود في السجن وبتبدا ترجع له الذاكره بالتدريج، وساعتها بنعرف الحقيقه كلها، وهي ان بعد موت مرات ارنست شيلر ومراته اخدوا بنته بحجه ان هم هيربوها ويعتنوا بيها، لكن للاسف ارنست ما كانش يعرف نواياهم، وهي انهم اخدوا منه البنت لان مرات شيلر ما كانتش بتخلف. وبيجي شيلر من وراه وبيضربه ضربه بتخلص عليه، وبيدفنوه في جنينه البيت اللي المفروض انه دلوقتي بيت عيله فرانك. وبيحكي ارنست ليزلي على الحقيقه، فبتصدقوا ليزلي وبتخرجوا بره السجن بتاعه علشان يروح لعيله فرانك ويلحقهم. وبيركب عربيه مع واحده وبيطلب منها انها توصله لبيت فرانك في اقصى سرعه، لكن للاسف في الوقت ده بيكون شيلر فعلا وصل بيت عيله فرانك، وبيهدد الاب انه هيخلص على كيفن لو قرب خطوه واحده، وبيبتدوا يضربوا بعض، وشيلر بيضرب فرانك ضربه قويه وبيغمى عليه، وبيطارد كيفن لحد ما بيوصل له. وقبل ما بيخلص عليه بيوصل ارنست في الوقت المناسب، فبيحاول شيلر انه يضربه بس ما بيقدرش، وارنست بيوجه له ضربه قويه جدا وبيقدر انه يخلص عليه. وبيختفي ارنست بطريقه غريبه، وبيتم التحقيق مع كيفن وباقي العيله، وبيحكموا ان شيلر كان بيهجم عليهم وموته يعتبر دفاع عن النفس. وبعد ما كل حاجه بترجع زي ما كانت بنشوف كيفن وفرانك وهم رايحين لارنست اللي كانوا متفقين معاه انه هو يختفي، وبيكونوا واخدين مفاجاه معاهم وهي بنته واللي ما شافهاش لاكتر من 40 سنه، وهما الاتنين ما بيكونوش مصدقين نفسهم وبيحضنوا بعض وهم بيعيطوا. وبكده بتكون روح ارنست ارتاحت، وقبل ما يمشي بيودع كيفن اللي وقف جنبه اكتر من اي حد. وبعدها عيله فرانك بتقرر انها تتنقل لبيت تاني، وبتكون جوي موجوده مع كيفن، وهما الاتنين بيعترفوا بحبهم لبعض، وبيعرفوا ان هما هيتنقلوا البيت قريب منها. وبيودع كيفن البيت وبيمشي وبيخلص فيلمنا.